كما يؤخذ مثلا على الدكتور محمد العريفي أنه يستعجل في إطلاق بعض الأحكام وكثير منها ينسبها إلى وكالة حدثني أو أخبرني من أثق به. أما بالنسبة لحدثني فأنا لم أقل يعني مطلقا حدثني إلا وقد حدثني فعلا. وقلتها يعني مرارا وأتعمد يا أخي، وهذا هو الأسلوب الشرعي. أنت لما تريد أن تؤكد لشخص ولا بد أن يكون كلامك مختصرا، فلما تقول حدثني انتهى الموضوع خلاص من لسانه إلى أذني وأنا واثق فيه. لكن بعض الناس أحيانا غير متعود على هذه الألفاظ الشرعية، حدثني وأخبرني ونحو ذلك، غير متعود عليها، وبالتالي يقول من هذا الذي حدثك؟ أنا لست مسؤولا أن أقول لك من هذا الذي حدثني. إذا أنت واثق في وفي اختياري للأشخاص وفي ثقتي في هذا الكلام الذي أنقله خذه، وإلا يا أخي لا تتابع ما أقول. وأيضا أنا أجزم بعضها دكتور، بعضها أفكار في منتهى الخطورة بالنسبة للناس وتحمل على حدثني، بالنسبة لك ما في إشكال يعني؟ لا، بالنسبة لي حدثني أنا لا أذكر إلا حوادث، مثلا أقول حدثني مسؤول أنه مثلا ستزيد الرواتب بعد شهرين فرضا. أنا واثق من هذه المعلومة، واثق من المسؤول الذي قاله لي، وسقته كبشرى للناس. ولو كنت سأقول يا فهد كل ما حدثت به لصارت مسكوا الناس رؤوسهم مشاكل. ولا يعني أنا أجلس مع أنواع الناس، بعضها تحميل صراع طائفي معين على أيضا وكالة حدثني. والله إذا كنت واثقا من هذه القصة التي تحدثت بها، لما أقول حدثني شخص جلس مع المرجع الفلاني وقال إنهم يخططون لكذا وكذا، إيش المشكلة علي؟ ما هي الجرائد يا أخي تقول أنباء تتحدث عن كذا وكذا، وصرح مصدر مسؤول وقال مدري جهة موثوقة أنها كذا وكذا. أنا أعتبر اليوم تويتر، أعتبر صفحتي جريدة. أنا رئيس التحرير وأنا الصحفي الوحيد فيها بصراحة، فلا تلومني. أنا أقول الأخبار التي عندي، وأجزم إلى هذه اللحظة أني لم أسق خبرا خاطئا. أجزم وأنا مسؤول عن هالكلمة أني لم أسق خبرا يعني تبين بعد ذلك والله أن العريفي أخطأ في هذا الخبر. إما أن أسوق قصاصة من جريدة ثم أقول هذه القصاصة يا جماعة، إما الجريدة تكذب على فلان أو هو يكذب علينا وطلعت منها، إما الجريدة مخطئة أو هو مخطئ، ثم يصدر بعد ذلك بيان يقال لا الجريدة أخطأت في الحرف والعريفي سب الرجل. أنا ما سبيته يا أخي، أنا قلت إما الجريدة أخطأت عليه، خلاص الجريدة أخطأت، بدل ما تكتب 600,000 كتبت 600 وطلعنا من الموضوع. فأنا أقصد يا أخي لا ينبغي أن يصبح يعني المشايخ مثل اللي يتدرب على القناصة، يبغى يقنص يعني استلم له واحد من الشيوخ. أنا بالنسبة إلي أقول وأنا مسؤول عن هذه الكلمة أني لم أكتب منذ أن عرفت تويتر والفيسبوك لم أكتب شيئا أنا لا أجزم 100% بصدقه. وإذا كنت شاكا أقول أنباء تتحدث عن إطلاق سراح فلان، أنا غير متأكد. إن كلمته بالتلفون قال لي والله هذا هو مع عياله في السيارة، قلت أبشركم ترى فلان وفلان تم إطلاقه سراح، أو غير ذلك، لكن هذا على سبيل المثال. اعتذرت عن شيء؟ ثبت لك خطأ فاعتذرت؟ لم يثبت لي خطأ أبدا فيما أنقله، وأنا ترى لست من المكثرين في التغريد، يعني ربما يوميا لا تتجاوز 3 أو 4، لكن لما تضعها مع الإجابات الأسئلة وكذا تصل إلى 20-30 مع الردود. أما الذي أصوغه أنا كتغريدة أحيانا يا أخي يمر 3 أيام 4 أيام أخجل من الناس أني ما دخلت. فأنا لست من المكثرين عموما. وأيضا أنا أبتعد عن الفوائد العامة، يعني قال الحسن البصري قال كذا. الناس يفتحون تويتر لا لأجل يقرؤون هذا في الغالب، يعني يقرؤون الأحداث الساعة ورأيك الشخصي فيما يقع. فلا بد يا أخي يكون لك رأي. يعني لماذا الصحفي يكتب رأيه والمغني يكتب رأيه وليجي جاجا ما أدري وش اسمها هذه تكتب رأيها، وإذا جاء شيخ وقال رأيه قال هذا يتكلم دعني أتكلم، ما هو بعاجبك يا أخي لا تتابع. لا لأنهم يقولون أنه عادة يكتب رأيه موقعا عن الله عز وجل، وهنا بالنسبة لهم هنا الإشكال، لأنه لا تتحدث بوصفك واحدا من الناس. لا فهد، متى يكون موقعا عن الله؟ لما تقول مثلا يحرم عليكم أن تجعلوا بناتكم تلبس اللبس الفلاني مثلا، شيء فيه حكم شرعي. لكن لما تقول مثلا أقترح على الآباء مثلا أن يحرصوا على أن يجعلوا بناتهم بالطريقة الفلانية، أقترح، هذا يعتبر رأيا شخصيا، يعني ليس والناس يدرون أيضا أنه رأيك الشخصي ليس حكما شرعيا يعني.